شوربه كتجي من ألذ ما يكون، وكنوجدوها غير بالخضره اللي كتكون متواجده عندنا في الثلاجه. تبعوا معايا الطريقه. كناخذوا طنجره ديال الضغط وكنضيف ليها معلقه ديال زيت الزيتون وبصله اللي مقطعه وشويه ديال المعدنوس، وغنشحرها هاد البصله هادي على نار اللي كتكون مهيله حتى كتحمر لينا هاد البصله هادي. يعني البنات ضروري هاد المرحله ديال التشحار باش كتحصلوا على واحد الشوربه اللي كتكون بنينه. صافي هنا من بعد ما تشحرات غادي نضيف الخضره اللي متواجده عندي. انا عندي هنا القرعه الحمراء، مطيشه وحده اللي محيد لها الماء ديالها، وعندي الجزر اللي مقطع، وعندي المكور حتى هو واحد الطريف منه، والقرعه الخضراء وشويه ديال البطاطا. يعني نتوما ممكن تنقصوا خضره تزيدوا خضره، داكشي اللي متوفر عندكم في الثلاجه، والكميه كتبقى على حسب عدد الاسره. صافي غادي نعاود وغادي نضيف معلقه كبيره ديال القزبر يابس، وغادي نشحر هاد الخضره هادي على نار اللي كتكون مهيله حتى كنحس بها تشحرات. ومن بعد غادي نضيف ليها الماء اللي كيكون سخون، وغنخليها طيب لمده ديال 15 دقيقه. غادي نستناها دغيا كطيب. صافي هادشي اللي كاين. ومن بعد ما غادي طيب هاد الخضره هادي غادي نطحنها مزيان مع 3 ديال الفرماجات اللي كيكون مثلث من نوعيه اللي تكون ممتازه. والفرماج عاوتاني كيبقى اختياري، يعني اللي كيبغي البنه غير ديال الخضره راه كيخليها. صافي غادي نطحن مزيان هاد الخضره هادي، وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الشوربه ديالنا. كتجي خاتره وبنينه، البنات ما تشبعوش منها. ودغيا كتوجد معنا. انا هنا زينتها بشويه ديال المعدنوس وشويه ديال الفرماج الحمر اللي محكوك. التزيين حتى هو كيبقى اختياري، غير هاد الفرماج هذا تيعطيها عاوتاني نكهه اخرى. هانتوما كما كتلاحظوا القوام ديالها كتجي خاتره ودغيا كتوجد، يعني ما كتاخذش معنا وقت بزاف وكتجي صحيه ومشبعه. كنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفات جديده.